السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى إن شاء الله نعمل طاجن مكرونة بالكفتة في الفرن، تغيير عن المكرونة العادية، مكرونة الحلة. وإن شاء الله ولادك يفرحوا بيها، وإن شاء الله تغيير كده عن العادي اللي احنا بنعملها كل يوم في الحلة. وبعد يوم دراسي طويل إن شاء الله يخشوا كده يفرحوا بيها إن شاء الله. دي كل المكونات حبايب قلبي. إن شاء الله هنقول كل حاجة وإحنا شغالين بالتفصيل مع بعض إن شاء الله. وإن شاء الله تعمليها وتعتمديها، وكل وقت والتاني بعملها وولادي بيحبوها جدا. هنا كان معانا أول حاجة حبايب قلبي حلة، حطيت فيها مية كانت بتغلي، حطيت معلقة كبيرة ملح، وإن شاء الله هنحط معلقتين زيت علشان نغلي. كان معايا كيسين مكرونة قلم، اللي هو كيس 400 جرام إن شاء الله. ده يعتبر كيلو إلا ربع أو كيلو إلا 200 جرام، فإن شاء الله هنعمل كيسين. وهنا بقى قلنا هنعمل الكفتة عقبال ما المية تغلي. فهنا جبنا حوالي بصلتين، كنت ضربة 4 بصلات في الكبة. هناخد 2 للكفتة و2 إن شاء الله لتسبيكة الطماطم. وهنا كان معايا 4 كيلو لحمة مفرومة حمرا. عندك ممكن مثلا فيها حتة ملبسة، ما يجراش أي حاجة، بتديها حلو جدا. ودول معلقتين بقسماط بتطري اللحمة وبتخليها طرية وجميلة. وده نص معلقة صغيرة فلفل أسمر، عشان دول حبايبي مش هنكتر، نخلي بالنا من التوابل عشان ده ربع كيلو. ودي بقى معلقة ليا عشان كان معايا الربع كيلو كانت حمرا، فبشرتها بالمبشرة وهنحطها بتدي تطعيمة جميلة جدا جدا للكفتة. ودول حبايب قلبي نص معلقة كبيرة، يعتبر معلقة صغيرة ملح، عشان ده زي ما قلنا ربع كيلو. وإن شاء الله هنحط نص معلقة 7 بهارات، علشان بتديها تطعيمة حلوة جدا جدا للحوم. وإن شاء الله هنخلط كل الكلام الجميل ده لغاية ما ينعم معانا، والمكونات إن شاء الله تختلط ويعمل معاكي كده على هيئة شعيرات إن شاء الله، وكل النكهات والتوابل تخش مع اللحمة. هنا خلاص بقى المية كانت غليت، فسقطت المكرونة. وإن شاء الله 10 دقايق حبايبي ونطفى عليها، علشان احنا مش عايزينها المكرونة طبعا احنا عارفين ما بتسويش كتير، علشان نشوف هنعمل فيها ايه. بصوا هنا كنت بوريكم الكفتة خلاص فضيتها وضربتها. بصوا بتعمل معانا على هيئة خيوط كده او شعيرات. دي بقى الكفتة الصح ان شاء الله، لا تطلع مع حضرتك تمام. وكنت بقلبها كده بتأكد بس ان كل حاجة اختلطت، علشان تكون متماسكة وكل حاجة النكهات فيها. وكنت ان شاء الله هنعملها على هيئة دواير، كنت بعملها هي على هيئة دواير. وان شاء الله حبايب قلب نسيبها في الفريزر او التلاجة ربع ساعة قبل ما نخلص الا تسبيكة المكرونة تشمع معاكي قبل ما تحطيها على النار. احلى كفتة بقى ان شاء الله تعمليها. ممكن تعمليها سياخ وتحطيها في الفرن، وبعد كده تطفيها في فحمية. ان شاء الله هنعمل مع بعض حلقة كفتة ان شاء الله. والمكرونة خلصت 10 دقايق وصفتها. وهنا جبنا الحلة وحطينا فيها 4 معالق زيت كبار، وحطينا الاتنين بصل اللي هم كانوا باقيين. زي ما قلنا كنا عاملين 4، 2 للكفتة و2 للتركة المكرونة. عندك واحدة كبيرة ما فيش أي مشكلة. ونشوح كده مع بعض أول ما ريحة البصل تطلع يا بنات، إن شاء الله هنحط عليها التوابل عشان النكهات بقى والروايح الجميلة تظهر معاكي. ما ينفعش تحطي التوابل في الآخر، لا إن شاء الله تحطي التوابل في الأول في أي أكلة معاكي، عشان تكون النكهات تاخد من البصل، ياخد من النكهات ويطلع ريحته في أول إن شاء الله. لما بتحطيه في الأول ما تحطوش في الآخر، وتطلع معاكي أي تسبيكة مظبوطة إن شاء الله. ده كان مكعب ماجي، أو عند حضرتك ماجي فورية ممكن تحطي. وكانت نص معلقة 7 بهارات، أحلى بهارات بقى. ودلوقتي بقى الروايح هتبدأ تظهر، ونشوح بقى الكلام الجميل ده مع بعض لغاية إن شاء الله ما كل التوابل تختلط مع البصل.
وإن شاء الله هنشوف هنضيف إيه تاني باقي مكونات إن شاء الله على أحلى تسبيكة إن شاء الله طماطم للمكرونة. ودول كانوا نص واحدة فلفل أصفر على أحمر على أخضر، واحدة أخضر. عند حضرتك فلفل أخضر حطي، بس أنا كان عندي واحدة نص واحدة ألوان فحطيتها بتدي طعمة وبتخليها مسكرة للتسبيكة. بصوا بقى فضلت أشوح فيهم لغاية، بصوا بقى المنظر بيتكلم عن نفسه، حاجة بقى كده تحفة. وكان عندي معلقة صلصة اهي حطيتها، هي القوطة حمرا ما شاء الله، بس طبعا احنا عارفين بتديها طعم وبتتقلها وبتديها كمان لون. فشوحت الكلام الجميل ده كله مع بعضه ان شاء الله لغاية ما ياخد لون ذهبي، البصل والفلفل والتوابل مع بعض. وان شاء الله بقى هنحط عليهم الطماطم. بص كنت بوريها لحضراتكم حاجة بقى، والروايح بقى بدأت تظهر، وما شاء الله ما شاء الله تسبيكة. يا رب يا رب ان شاء الله تعجب حضراتكم. حطيت هنا بقى حبايب قلبي كيلو طماطم كنت ضرباها ومصفياها، وان شاء الله ده ان شاء الله هي بتحب الطاجن المكرونة بيحب الطماطم كتير، فمش هينفع نحط كيلو الا ربع، حطيت كيلو علشان ان شاء الله هي بتحتاج سوائل لما تخش الفرن تستوي فيها. ان شاء الله حبايب قلبي احلى طاجن تعملوه وتغيير عن العادي زي ما قلت لحضراتكم. هنا بقى الطماطم بصوا جميلة ازاي، وكان عندي نص معلقة بابريكا، معكيش اكتفي بالصلصة بس هي كانت موجودة عندي فحطيت، وحطيت ربع معلقة شطة عشان انا مش بحب الحاجة سبايسة عشان ولادي، وحطيت ربع معلقة سكر عشان تعادل حموضة الطماطم حبايب قلبي. وكنا قلبنا بقى وهنسيب الكلام الجميل ده كله يتسبك مع بعضه. هنا بقى الطاسة هي جبناها وحطيت فيها شوية كنت غسلاها كنت مستنية تنشف، حطيت فيها شوية زيت حوالي 3 معالق علشان نحمر أحلى كفتة إن شاء الله. إن شاء الله تعجبك، ودي برضو تنفع إن شاء الله كفتة للسمين. وإن شاء الله إن شاء الله الحلقات الجاية هقولك برضك على أنواع كفتة إن شاء الله. يا رب تعجبكم. لايك ومتابعة وشير للقناة وشارك حبايبك علشان يوصلك كل جديد، وعشان القناة إن شاء الله تكبر. وادعوا لي كده بالاستمرارية حبايبي. هنا بقى حطينا الكفتة يا دوب، احنا مش عايزين لحمة مفرومة زي ما حضراتكم عارفين ما بتاخدش وقت، واحنا عايزين بس تاخد لون من كل الجوانب علشان نشوف هنخلطها ازاي النهاردة ان شاء الله حبايب قلبي مع احلى طاجن مكرونة في الفرن. كنت بقلب فيها هون، نستنى بس يعني مش كتير، حوالي 10 دقايق لغاية ما تاخد اللون من كل جانب. واحنا مش بنقلب فيها كتير حبايبي، هي الحمد لله ما بتتفتحش ولا اي حاجة علشان نشوف هنعمل فيها ايه. وهنا الطماطم بقى بص الجمال كانت بتسبكت معايا، احنا مش عايزينها تتقل قوي، احنا عايزين فيها مية كده علشان تستوي فيها الطماطم في الفرن. وحطيت ظبطت الملح. وهنا بقى كان عندي حبة شوربة لحمة، دي بقى تركاية من عندي بقى بتخلي يا جماعة التسبيكة طماطم في حتة تانية خالص. عندك حبة شوربة فراخ حبة شوربة لحمة، صفيهم شوائب وحطيهم حبايب قلبي وهتشوفي النتيجة وتدعي لأم مكة. هنا الكفتة كان خلاص خلاص اهي خدت لون من كل الجوانب، واحنا كده كده 3/4 سوا وهنكمل الربع الباقي في الفرن. فان شاء الله كنت خلاص كده كنت هشيلها، وكنت هقول لكم ان شاء الله دلوقتي هنعمل فيها ايه. بصوا احلى لايك اهو لأم مكة. وهنا بقى الطماطم خلاص اهي كانت على وشك. بصوا انا مش عايزاها تقيلة، لا انا عايزاها وسط، ولا خفيف ولا تقيلة. خدت 3 كبشات زي ما حضراتكم شايفين حطيتهم على الكفتة. ليه يا ام مكة؟ هقول لك حبيبتي دلوقتي هنعمل فيهم ايه علشان تعملي طاجن مميز وطاجن ويعجب الكبير والصغير ان شاء الله. وبقت الطماطم حطيت المكرونة فيها، انا مش عايزة المكرونة طبعا 10 دقايق لسه ناشفة وما استوتش، بس انا عايزاها تاخد من طعم القوطة فسبتها 5 دقايق بس تاخد طعم الطماطم. ووطيت النار علشان نفضي الكلام ده كله بعد 5 دقايق واحس ان هي امتزجت مع الطماطم، نفضي الكلام الجميل الجامد دون ان شاء الله في الطاجن وهقول لحضرتك تعملي ايه. هنا حطينا بقى خلاص سبتها نقلتها على العين التانية، قلت بس تاخد 3 ثواني مش دقايق 3 ثواني. وهنا كنت جبت بقى الطاسة حطيتها نقلتها على العين التانية اول بس ما احس ان الطماطم سخنت مع الكفتة
نفس الكلام عشان تاخد من تطعيمة الصلصة. هنشوف حبايبي نطفي عليها عشان نشوف هنجمع أحلى طاجن النهاردة، الطاجن بتاع أم مكة الجبار. وأحلى لايك وتعليق حلو ودعوة منكم حلوة بالاستمرارية للقناة إن شاء الله. يا رب تعمليه ويكون عندك يا حبايب قلبي الخير كله يا رب إن شاء الله، وتكون سنة سعيدة عليكم وربنا يفرجها على أي حد متضايق يا رب. وتكون السنة الجاية تكون سنة إن شاء الله خير وسعادة عليكم. بصوا هنا بقى انا خلاص كده يا دوب اهو، خلاص بقى خدوا 5 دقايق تشمع بس. والمكرونه. وهنا بقى الطاجن جبت فيه بصلايه كبيره شرايح واتنين طماطم شرايح ليه يا ام مكه عشان المكرونه ما تتلسوعش معاكي. علشان حبيبه قلبي انا جربته قبل كده فكان بيتلسوع شويه، لا انا مش عايزه اي حاجه تطلع معاكي ناشفه، انا عايزه من اول لاخر حبه تطلع طريه معاكي ومظبوطه وزي الفل. بصوا بقى الجمال بقى، بصوا بقى والروايح يا جماعة كانت مالية الريسبشن والشقة كلها. وما شاء الله حاجة بقى كده فاخر من الآخر. ما شاء الله تحفة تحفة تحفة. الخلطة الجبارة دي والتوابل حطيها وجربيها وهتدعيلي. فضيناها كلها وأي حبة طماطم في قعر الحلة كله إن شاء الله تفضيه حبيبتي. وبعد كده هقولك تحطي الكفتة بالصلصة برضك الباقية علشان لما تخش الفرن كله بقى يتشرب بقى والنكهات تخش مع بعض ويديك احلى طعم واحلى ان شاء الله تطعيمه للطاجن المكرونه. وحضراتكم عارفين ان الطاجن بيدي تطعيمه مختلفه لاي اكل. فجربي انا بقى يعني على طول يعني على طول من ساعه ما اتجوزت بفضل الطاجن في اي حاجه بصراحه، بيدي طعم مختلف طبعا جدا جدا. كلنا عارفين عن الحله بكتير، فاحنا من كل فتره والتانيه بنحاول نرفي الاكل علشان محدش يزهق. بص بقى انا حطيت الكفته اهي بالصلصه وكنت بظبط طبعا المكرونه وكنت بظبط كده احط حبه الكفتات بتوعي في النص علشان ان شاء الله نشوف هنعمل ايه ونشوف هيقعد قد ايه ان شاء الله. لو حضرتك عندك تايمر على 200 هيقعد ساعه الا ربع تقريبا عقبال بس ما المكونات كلها تخش جوا بعض. وبقت المكرونه لسه ما استوتش يا بنات تخلي بالنا، هتستوي بقى وهتبقى جميله وتشرب من الطماطم في الفرن ان شاء الله. فهنا كنت بظبط حواليا علشان ان شاء الله هنزينه دلوقتي بحبة فلفل اللي عند حضرتك اخضر احمر اصفر اللي عند حضرتك. انا مش بغصبك على حاجة، بس العين يا بنات بتاكل قبل البق، فانت كده تزينيه حواليه كده عشان يديكي الفلفل كمان لما يتحمر في الفرن ان شاء الله يديك تطعيمه بيبقى مقرمش كده. وكله كله ان شاء الله بيبقى بقى طاجن هو عسل. بص عملته على هيئه ورده بقى. ام مكه بقى قعدت تفنن بقى، بص وقعدت ايه تعمل اشكالات كده. وكان في واحده كفته بقى هربانه فجبتها كده حاولت اجيبها وحطيت بقى الفلفل كده بص على هيئه ورده كده، لان احنا عارفين اي قبل ما نعمل اي حاجه العين لازم تاكل واللي قاعد قدام لازم نفسه تتفتح على الاكل حبايب قلبي. فحطيت كده بص على هيئة وردة كده. وعندي بقى هنا ملحوظة بقى الطاجن ده اللي قبل ما انسى حبة 7 بهارات بنرش بس بص بإيدي مش بالمعلقة، حبة بسيطة بيدي طعم حلو جدا جدا للفلفل الألوان من فوق الوش. وبعد كده إن شاء الله عندك ورق فويل غطيه وآخر 10 دقايق تسيبيه على الشواية أو على النار العادية ياخد وش تحميرة بس بسيطة خفيفة مش يتحروق. نخلي بالنا جدا يعني احنا بنغطيه لغاية ما المكرونة تستوي وآخر 10 دقايق بنفتحه علشان بس ايه الكفتة تتشمع بس والفلفل من فوق مش تتحروق. نخلي بالنا. احلى لايك بقى اهو لأم مكة اهو، ومتابعة وشير عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله من وصفات مكة. وان شاء الله تحطيه بقى الاول في صينية من تحت وبعد كده بورق فوق فويل او صينية زي ما حصل معايا النهاردة ما كانش عندي فحطيت حبايب قلب صينية بصوا من فوق اللي عندنا ان شاء الله كله شغال ما نوقفش نفسنا على حاجة. وان شاء الله حطيته في الفرن زي ما قلت لكم ساعة الا ربع بالكتير جدا. واخر 10 دقايق بنشيل الصينية او ورق الفوم اللي عند حضرتك وبصوا يا دوب بنشمع زي ما وريتكم. احنا مش عايزين اي حاجة محروقة، لا المكرونة كانت طرية والكفتة كانت طرية وكان كله زي الفل. بصوا بقى كنت بوريكم بقى المنظر بيتكلم عن نفسه، انا مش هتكلم كتير. حاجة بقى طعمة وحاجة بقى شاربة من الصوص وشاربة من النكهات وإن شاء الله يعجبك وإن شاء الله تغيير عن العادي ولادك يفرحوا بيه. عندك الخير كله حبيبة قلبي. والكفتة اهي زي ما حضراتكم شايفين وحبة ترشي وبألف هنا وشفا. وتفضلوا معانا حبايب قلبي ولايك ومتابعة للقناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.